السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو وقفت شوية وركزت مع الناس وهي ماشية في الشارع، هتلاحظ حاجة غريبة شوية. أي حد ماشي تلقائياً بيحرك إيديه مع رجليه. الغريب بقى إن الحركة دي مش عشوائية. يعني غالباً هتلاقي إيدك اليمين بتتحرك مع رجلك الشمال، وإيدك الشمال مع رجلك اليمين. ولو حبيت تجرب دلوقتي، قوم امشي كده وانت مثبت إيديك جنبك وما تحركهمش خالص. هتحس بعدم راحة، وكأن في حاجة ناقصة، وكأن المشي نفسه بقى تقيل ومش طبيعي. وده يخلينا نسأل سؤال مهم: هو احنا ليه أصلاً بنحرك إيدينا واحنا ماشيين؟ هل دي حركة ملهاش لازمة؟ ولا الجسم بيعمل كده لسبب مهم؟ نرجع بقى للموضوع. لفترة طويلة جداً العلماء كانوا فاكرين إن حركة الإيد أثناء المشي مجرد حركة روتينية ملهاش أي فايدة حقيقية. بعضهم كان بيقول إن السبب إن جسمنا بيتهز وإحنا ماشيين، فلما الرجلين تتحرك بسرعة الجسم كله يهتز، وساعتها الإيدين تتمرجح لقدام وورا من غير ما يكون لده أي دور مهم. لكن بعد سنين من الأبحاث اكتشفوا إن الكلام ده غير صحيح تماماً. حركة الإيد أثناء المشي مش نتيجة اهتزاز ولا حاجة بتحصل بالغلط. دي حركة الجسم بيعملها متعمد بس من غير ما نحس. والسبب إن حركة الإيد بتساعد الرجلين على المشي. خليني أبسط لك الموضوع. لما تاخد خطوة لقدام برجلك اليمين مثلاً، جسمك كله بيحاول يلف ناحية اليمين شوية. الحركة دي اسمها الزخم الزاوي. ولو الجسم ساب الزخم ده من غير مقاومة، هتلاقي نفسك بتميل وممكن تفقد توازنك. هنا بقى يجي دور الإيد. لما تحرك إيدك الشمال لقدام مع رجلك اليمين، إيدك بتعمل حركة عكسية توازن لفة الجسم وترجعه لوضعه الطبيعي. وعشان كده بشكل تلقائي بنحرك الإيد اليمين مع الرجل الشمال والعكس. ولو حبيت تتأكد بنفسك، جرب تحط إيديك الاتنين جنبك وما تحركهمش خالص، وحاول تجري بأقصى سرعة تقدر عليها. هتلاحظ إيه؟ هتلاقي جسمك بيحدف يمين وشمال، وتوازنك بيقل وممكن تقع. غير كده كمان مش هتقدر توصل لسرعات عالية، وهتحس إنك متكتف. وده دليل واضح إن حركة الإيد مهمة جداً، مش بس في المشي لكن في الجري كمان. طيب، دي أول فايدة، الاتزان. نيجي بقى للفايدة التانية، وهي فايدة مهمة جداً: توفير الطاقة. جسم الإنسان متقسم لجزئين، جزء علوي وجزء سفلي. لما رجلك تتحرك أثناء المشي، هي مش بس بتحرك نفسها، دي بتحاول تحرك الجسم كله معاها. حركة الإيدين بتساعد الرجلين في المهمة دي. ترجيح الإيدين بيساعد في دفع الجزء العلوي من الجسم لقدام بالتزامن مع الجزء السفلي، والنتيجة رجليك تبذل مجهود أقل وطاقتك ما تخلصش بسرعة. وده مش كلام نظري، ده اتثبت بتجربة علمية. في سنة 2009 مجموعة باحثين من جامعة ميشيغان عملوا تجربة على مجموعة أشخاص. طلبوا منهم يمشوا ب4 طرق مختلفة. الطريقة الأولى المشي الطبيعي، إيد يمين مع رجل شمال وإيد شمال مع رجل يمين. الطريقة التانية ربطوا إيدينهم في جسمهم وخلوهم يمشوا. الطريقة التالتة فكوا الرباط لكن خلوهم مثبتين إيدينهم جنبهم من غير حركة. والطريقة الرابعة خلوهم يمشوا ويحركوا إيدينهم بالعكس، يعني إيد يمين مع رجل يمين. النتائج كانت صادمة. اللي كانت إيديه مربوطة استهلك طاقة أكتر من الطبيعي ب7%. اللي ثبت إيديه من غير حركة استهلك طاقة أكتر ب12%. أما بقى اللي حرك إيديه بالعكس فبذل مجهود أكتر ب26%. وده يثبت إن الحركة البسيطة دي بتوفر كمية كبيرة من الطاقة
من غير ما نحس. بس بالرغم من أهمية حركة الإيد، مش أي حركة تبقى صح. ناس كتير وهي بتجري تقبض على إيديها بعصبية شديدة، وكأنها ماسكة حاجة هتوقع منها. الحركة دي غلط وبتسبب إجهاد عضلي. مدربين الجري دايماً بيقولوا: تخيل إنك ماسك حتة شيبسي في إيدك، لازم تمسكها من غير ما تكسرها. لو قبضتك خفيفة تبقى كده ماشي صح. كمان وضع الإيد نفسه مهم. في ناس بتفرد دراعتها على الآخر وهي بتجري، ده برضو مش سليم. أفضل وضع إن الكوع يكون واخد زاوية أقل من 90 درجة، وقبضة الإيد تكون قريبة من الصدر وأحياناً من الرقبة. الوضع ده بيخلي القلب يبذل مجهود أقل، وبيخلي الجسم مايل شوية لقدام، ومركز الثقل يتحرك لقدام، وده يخليك أسرع من غير مجهود زيادة. وعشان كده لو بصيت على العدائين المحترفين هتلاقيهم كلهم بيستخدموا نفس الوضعية. آخر فايدة مهمة جداً لحركة الإيد إنها بتشتغل كفرامل. في دراسة اتعملت سنة 2010 في الجامعة الحرة في هولندا، أكدت إن حركة الإيد مع مفاصل الركبة والحوض بتحمي الإنسان من السقوط حتى وهو بيجري بسرعة. وأكيد حصل معاك قبل كده إنك تتكعبل فجأة وتلاقي جسمك عمل حركات سريعة وإيديك اتحركت، وفجأة لحقت نفسك وما وقعتش. دي مش صدفة، دي ميكانيكا جسمك وهي بتحميك. طيب، حد ممكن يقول: طب ما في ناس فاقدة ذراع أو ذراعين وبرغم كده بيمشوا طبيعي. وده صح، الفرق الوحيد إنهم بيبذلوا مجهود أكبر. زي بالظبط الناس اللي كانت إيديها مربوطة في التجربة. ومن أشهر الأمثلة زاين كلارك، اللي دخل موسوعة جينيس وحقق أرقام قياسية، ودخل المصارعة الحرة وبينافس ناس طبيعيين وبيكسبهم كمان. الأبطال دول مثال حي على الإرادة والمثابرة. وفي الآخر، حركة إيدك مش حركة ملهاش لازمة، دي جزء أساسي من تصميم جسمك. بس كده، لو وصلت لحد هنا اعمل لايك قبل ما تمشي، وقول لنا في التعليقات إيه أكتر معلومة فاجأتك. ولو عندك سؤال على الهامش ويحيرك اكتبه، ويمكن يكون موضوع حلقة جاية. سلام.